كم مرة أخرى على قناة وصفات هندوشة. اليوم غنحضروا صينية غداء أو عشاء اللي غادي تكون صحية جدا، مليئة بالخضر المتكاملة. غادي نحتاجو للبطاطس مقطعة إلى دوائر. كان عندي هنا شامبينيون اللي هو المشروم، توا حضرت به هذه الوصفة. ممكن تستغنوا عليه 3 فصوص من الثوم، بصلة كبيرة، طماطم، القرع الأحمر. عندي أيضا الفاصوليا الخضراء، الربيع، التوابل اللي غادي من بعد نتكلموا عليها. وبالنسبه للحم فهنايا مستعمله انايا السمك، يعني 3 قطع من السمك هنايا، اي نوع متوفر عندكم. فبالنسبة لهذا الخضر ممكن الاستغناء على البعض منها، ممكن إضافة بعض الخضر أخرى. فهنايا فقط كانت الخضر اللي متوفرة عندي، فبغيت نحضر بها طاجين اللي يكون صحي متكامل. بالنسبة للشامبينيوم أو المشروم ممكن تستغناو عليه. فأنا قطعت الخضر اللي مازال خاصها تقطع. بالنسبة للبصل فنحتاج بصلة كبيرة من الأحسن، أو بصلتين متوسطتين، حبة من طماطم أيضا كيف كتشوفوا معايا قطعها إلى شرائح. اما بالنسبه للربيع كزبره وبقدونس، فهنايا ربيع يعني اي ممكن استعمال نوعيه واحده، مثلا كزبر. فغادي نضيف لها هنايا الثوم، تقريبا فصين 3 فصوص على حسب الحجم ديالهم، واش حجم صغير او كبير. وغادي نضيف لهم التوابل التاليه. فغادي نضيف لهم الاعشاب المنسمه اللي استعملت هنا نوعين، تقريبا ملعقه صغيره غير مملوءه من الزعتر، وملعقة صغيرة أيضا غير مملوءة من سعترة. مال أي نوع من الأعشاب المنسمة. الأعشاب المنسمة البنات اللي هما زعتر، زعترة، الريحان، لوريغون، اي اعشاب اللي كتكون هكا. يعني بزاف د البنات كيقولوا لي قولي لنا الانواع، فهما كلهم زوينين. حتى كاين بزاف، كاين مهم البنات كاينين بزاف، وانا من الناس اللي ما حافظاش تقريبا كاع يعني كل الاعشاب المنسمه. كاين ورق الراند، كاين يعني كاينين بزاف. وايضا غادي نحتاجوا ملعقه صغيره مملوءه جيدا من البابريكا اللي هي الفلفل الاحمر الحلو. غادي نحتاجوا للملح. فبالنسبه لهذا الملح فهو رقيق جدا، لهذا استعملت هنا ملعقه صغيره مملوءه جيدا. وايضا زيت الزيتون. فبالنسبه لزيت الزيتون فهذه الخاصه بالطهي، لهذا كنستعمل كميه كثيره ما كتكونش في هذيك الرائحه مجهده. ضفت ايضا الهريسه او الشطه لحسب الرغبه، يعني الفلفل الحار. فانا غادي نستعمل صلصه الطماطم اللي كتكون جاهزه. ممكن استعمال يعني حبه من الطماطم العاديه اللي من بعد ما نبشروها. وضفت لهم هنايا الزنجبيل بودرة فقط القليل، مع القليل من الإبزار الأسود أو الأبيض اللي هو الفلفل الأسود أو الأبيض. أيضا الكركم ملعقة صغيرة. كيف تشوفوا معايا أنا عندي كمية كثيرة من الخضر وكمية كثيرة يعني من الخضر، لهذا خاصني يعني واحد التتبيلة تكون أيضا كمية كثيرة، اللي باش الخضر ديالي اللي ممكن يعني الخضر تشربها وتجي يجي يعني واحد الطبق لذيذ، لأن التوابل هي أيضا كتلذذ الاطباق ديالكم. يعني ما غاديش تستعملوا واحد كميه قليله بالنسبه لكميه كثيره. وإلا ايضا كانت كميه قليله فهنا ممكن تقللوا من هاد التوابل هادو. فانا غادي نحرك هاد المكونات كلها مع بعض، وغادي نوضعها على السمك ديالي. فبالنسبه للسمك انا عندي مجمد، يعني ما كانش عندي الوقت انه يذوب لي، فمن الاحسن يعني كيذوب هكا باش كيتشرب اكثر التتبيله. ولكن مع ذلك كيجي لذيذ، ولكن الاحسن خاص يكون يعني دايب، اما كان لحم او سمك. بعض المرات كنكونوا يعني مضطرين، بس يعني ما عندناش الوقت اننا نستناو حتى كيذوب. وبالنسبه للخضر الاخرى كذلك غادي نلبسها او نوضع بها خليط ديال الصلصه اللي حضرناها مع بعض، اللي بها كميه من التوابل باش يجيو الخضر كلهم الدادين كيسبق وذكرت، ويجيو ملبسين بالتتبيله.
فهنايا ضروري ان بالنسبه للماء البنات ما كنحتاجوش نضيفوا الماء نهائيا. الا بغيتوا تضيفوا القليل جدا، يعني اقل من نصف كأس صغير من الماء، ولكن ما تحتاج لان الخضر كلها غادي تطلق الماء. فغادي نغطي الطاوه ديالي بورق الزبده، ورق الطهي. ممكن تضيفوا طبقه ثانيه من ورق الالومنيوم هكا باش كتقفلوه جيدا. كتدخلوه الفرن كيكون مسخن على درجه عاليه في الاول واحد مده 15 دقيقه. كتحسوا ان الطبق ديالكم سخن ودخلت له الحراره، فهنا ممكن تنقصوا الدرجه ل 180. يعني في الاول 200 درجه، 220، ومن بعد كتنقصوا 180 درجه على حسب واش نتوما زربانين او لا. كيف كتعرفوا السمك ديالكم كيطيب بسرعه. الخضر كذلك الاخرى، الا مثلا كنتم مستعملين اي نوع من السمك اللي كيطيب بسرعه وكان مثلا ماشي مجمد، كتخليوه بالتتبيله ديالو جانبا، ما كتوضعوهش في الصينيه ديال الفرن. فحتى كنحسوا ان الطبق ديالنا دازت عليه واحد 35 دقيقه مثلا، كنخرجوه كنضيفوا له قطع السمك وكنعاودوا نرجعوه للفرن باش كيكمل الطهي ديالو. بزاف ديال البنات غادي يسولوني واش ممكن اننا نحضروا هذا الطبق بالدجاج. نعم ممكن تحضروه باي نوع من اللحم عندكم، دجاج او يعني اي نوعيه عندكم. ومن بعد ما بقى لكم غير تقدموه بالصحه والراحه، كيجي لذيذ جدا.